النقاش. تتقدم الآن سرايا المشاة نحو جيش وطني حقيقي. تتجه الفصائل الثورية إلى بناء قوات عسكرية ذات إمكانيات فعالة في الدفاع والهجوم. وفي تطور نوعي على مستوى القدرات الحربية، قام جيش الإسلام بتخريج الدفعة الأولى من قوات الضفادع البشرية، وهي وحدة عسكرية بحرية متخصصة في العمليات القتالية والتكتيكية، تمتاز بقدرة فائقة في تنفيذ عمليات نوعية في عمق مواقع الخصم. تاريخيا ظهرت تسمية الضفادع البشرية عام 1940، وقد كان لها تأثير كبير جدا في نتائج الحرب العالمية الثانية. وأما عسكريا فهي وحدة من الجنود يتم تدريبها على السباحة والغوص والتنفس تحت الماء، ولذلك لا بد للضفدع البشري أن يمتاز بلياقة بدنية عالية تؤهله للخضوع لتمرينات شاقة تستمر لأشهر. التدريبات التي تخضع لها قوات الضفادع البشرية تعد قاسية للغاية، حيث تسمى الأيام الأولى لصعوبتها بأسبوع الجحيم، وتشمل التدريبات البحرية والبرية الزحف على الرمال والطين وحتى على الصخور أحيانا، والتدرب على السباحة لمسافات طويلة، وكذلك التعرض لأصوات وصدمات الانفجارات، إضافة إلى القدرة على التخفي والثبات. كما يتم تهيئة المتدربين نفسيا وجسديا لظروف البقاء تحت الماء لعمق أقصاه 50 قدما مع أداة التنفس الأكسجين. تجهيزات الغواص الفردية تتضمن لوحة ملاحة تسمح بتحديد المواقع، وخنجرا غير ممغنط، وكيسا مطاطيا لحفظ السلاح، وساعة يدوية ضد الماء، وكاميرا تعمل تحت الماء. بيد أن طبيعة المهام تفرض تزويد الغواص بتجهيزات إضافية مثل قناع الغاز ومناظير الرؤية الليلية ونظارات الوقاية من الشظايا كما في المهام البرية، حيث يتزود الغواص بمسدس رشاش أو بنادق قناصة مزودة بمناظير. الجدير بالذكر أن الضفادع البشرية تعمل في المهمات السرية بشكل مستقل، أما في الحروب فتدعم بالطائرات أو بالمدفعية الثقيلة. التطور الجديد في قدرات جيش الإسلام العسكرية يطرح أسئلة حول مهام وحدة الضفادع البشرية في المرحلة القادمة، وإمكانية استغلالها في المعارك ضد نظام الأسد.